هوبا، ده احنا ممكن نستارت من المايك. والله العظيم الواحد بيكتشف فيتشرز هو ما كانش عاوزها انتندد في البتاع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ده فيديو جديد بصراحة، يعني فيديو مأساوي مش كالمعتاد. حاجة تكنيكال، حاجة بنشرحها او حتى من ضمن الكورس اللي احنا شغالين فيه حاليا بتاع الاوتوميشن. بالمناسبة اخر 7-8 حلقات من كورس الاوتوميشن دول تصوير ونزول الفيديوهات وكده تبقى معصلجة شوية. يعني محتوى الحلقة، لو حد جه في يوم وقالك، او في حد قريبك صاحبك بيقعد معاك على القهوة، جارك، ضحك عليه وتقال له ان الفيلد بتاع السايبر سيكيورتي سهل، فلا، انت بيتنصب عليك يا بص. الفيلد ده مش سهل نهائي. وفكك بقى من الاماكن المستفزه فعليا بتاعت طريقك للريد تيم والبنتست. بعيدا عن مصطلح الريد تيم ده، يعني لازم يكون راجل، يعني لاول مره ممكن ابقى هشتم في التشانل بيطير ويشوخ رابسه. مش عارف دي تحتسب شتيمه ولا لا، بس يعني اتس اوكي. ده الريد تيمر اللي هو عنده نولج كل الدومينز تقريبا، وراجل بيعرف، ده راجل داخل يخترق. ده مش مجرد بنتستر في دومين معين، لا، ده راجل داخل يخترق، ده راجل مقفلها. اوكي، فانك تقول له اتعلم الريد تيم او من صفر لبنتستر في 3 شهور، الكلام اللي انت بتقوله ده ما فيش منه. الكلام ده كله هري. فالسايبر سيكيورتي مش سبوبة. السبوبة الحقيقية اللي بتحصل هي اللي بتحصل باسمه دلوقتي. السبوبة الحقيقية فعلا هي اللي بتحصل تحت اطار اتعلم السايبر سيكيورتي. في الحلقة دي انا مش ناوي اهاجم حد او اتكلم عن ناس معينة او اماكن بتاعت كورسات معينة او ناس بتعمل كورسات حتى لو عندهم نولوجي في التك ومعروفين. انا ماليش دعوة بحد بعينه، بس انا هتكلم mainly مش على الكورسات بس، mainly على الاماكن اللي هي زي السناتر اللي بتجمع الشباب بلابات وتقعدهم قدامهم ويقول لك هنعلمك السايبر سكيورتي في 3 شهور والشهر يبقى في 4 سيشنز مرة في الأسبوع وب 3000 وب 5000 ده مين كونتنت الحلقة، لأن الموضوع ده بدأ يضايقني شخصيا. وهتكلم بصراحة في إزاي المجال ده بقى تجارة أكتر ما هو علم، وبالذات في مصر. وليه كذلك حاجات بنشوفها كتير. شباب كتير بتدخل فيلد السايبر سيكيورتي ويجي لها بيرن اوت او بتطلع محبطه، ما بيلاقيش اللي هو داخل عشانه، بيتخنق، بيتبضن. فانت لو لسه داخل المجال، فالحلقه دي مهمه ليك. انا عاوزك تتفرج عليها للاخر. لو بتفكر تبدا السايبر سيكيورتي، لو بتفكر تروح مكان من اللي بيدوا كورسات والحاجات دي عشان تبدا تتعلم، فالحلقه دي معموله عشانك. اول عنوان عايز ابدا بيه بصراحه، انا نادرا ما بحضر لفيديو، ولكن يعني الفيديو المرة دي انا محضر له قدامي سكريبت. اول توبيك انا عايز اتكلم فيه: متى يتحول العلم الى تجارة؟ اوكي، يعني امتى النولج تبقى شيء بتتريد بيه؟ تمام. الموضوع يعني متعارف عليه في حياتنا عادي جدا، زي الدروس الخصوصية. الشغل مش عيب، ولكن when it comes to the knowledge، انا شايف انك لو مش هتضيف حاجة، اوكي، او لو الكونتنت ده مش موجود مشروح ببلاش بشكل كويس لطيف يوصل المعلومة، فخلاص مفيش داعي تعملها بيد. ليه تعملها بيد يعني؟ انا كفارس مش شايف مبرر لحاجه زي دي. اوكي، تقول لي طب ما الدروس الخصوصيه بيحصل فيها كده. اقول لك لا، الدروس الخصوصيه بتفرق من مدرس لمدرس في طريقه الشرح. اوكي، مش سبوبه. هو بيعلمه لكارير تعليمي في مستقبله في حياته لقدام. اوكي، انما مش سبوبه. هو مش عايز الطالب يجي ويقعد قدامه وياخد منه القرشين ويقول له اتكل على الله. فاهم؟ لا، الموضوعين يمكن في نفس الكرايتيريا، بس دي في جانب ودي في جانب تاني خالص. فلازم نفرق بين تعليم حقيقي مقابل سعر وبيع الامل والوهم. اوكي، يعني في هنا حاجة فيها فايدة، وهنا شخص بيبيع لك الوهم. تمام. طيب ليه الكلام بالذات على الفيلد بتاع السايبر سيكيورتي؟ لانه ترند ببساطة، ولانه كذلك الملاذ. هتسألني يعني ايه ملاذ، او قصدك ايه بالملاذ؟ لما تلاقي الشباب بتوع الباج باونتي هانتنج مثلا بينزلوا انهم خدوا باونتيز بالدولار على لينكد ان او على اكس او على الحاجات دي كلها، المنصات دي كلها، الناس دي بتستغل حاجة الناس في ظروف صعبة زي اللي البلد والشباب فيها حاليا، على انها تقول لك بص ده دخل دولاري، هذا هو ذوق، انت هتتعلم سايبر سيكيورتي يا ابن عمي. فلا،
هي ما بتمشيش كده. زائد انها زي ما قلنا ترند، اوكي، يعني الحماية والاختراقات والبريتشز والتسريبات وليلة الدارك ويب مونيتورنج اللي اتسحلت فيها تلتين شركات الكوكب الفترة اللي فاتت، الستارت ابس اللي بتطلع كل يوم، مش عارف ايه الباجز اللي بتطلع في الابليكيشنز. الموضوع يعني مفايرال وماسك سيرة كويسة، اوكي. فانتشرت ليه بقى في مصر الظاهرة دي؟ زي ما قلت لك، موضوع انها ترند، موضوع انها دولار، وحق الناس عادي جدا. يعني لما تبقى شاب بتكافح طلعان عينك معلش ودخلك 6 7 5 آلاف جنيه، هيطلع قاعد في الكومنتات دولي ده لو بتاخدهم ماشي، انا ما قلتش حاجة، ممكن اقل ممكن اكتر، 15 10، ما يخصنيش الرقم بالظبط. بس تسمع مثلا ان في واحد جاب ثغرة فخد مثلا $500، 25,000 جنيه، اوكي. ممكن واحد باج باونتي هاندر بيعمل له مثلا في الشهر من هو قاعد في البيت $1000، كام باجايه له على ميديم، فاهم؟ ومش شرط يكون بالمستوى اللي هو ما بتمشيش بالشكل ده. زائد سبب كمان خلى الظاهرة البشعة دي تنتشر بشكل كبير، ألا هو نقص الوعي عند الناس. المصريين تحديدا ما عندهمش النولج التكنيكال قوي في استخدام التكنولوجيا والموبايلات والحاجات دي. هو يعني احنا بنقع في سكامز وفيشنج كتير، والحملات بتاعه البنك اللي بيتصل بيك وي الحاجات دي كلها قلة وعي. لما تمسك بقى واحد كده ما عندوش الوعي الكامل، او بس عارف انه مجرد ما تديش لحد الرقم السري بتاع فيستك، او محدش من البنك هيتصل يسألك، او لو لقيت صفحة الدومين بتاعها مش مثلا facebook.com ما تكتبش ايميل الفيسبوك بتاعك. ما تمسك بقى عقلية زي دي منسحبة او منجذبة ورا الترند، بتدور على اي دخل اضافي، دخل دولاري، حاجة تحسن مستواها حالها المادي، وتقوم جاي قايل له انا بقى هعلمك الشبكات والكالي لينكس، وهخليك تبقى هاكر وريتيمر وبنتستر وتشتغل في شركات عالميه زي جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت ومش عارف ايه. وانت في الاخر بتشف له كورس ابراهيم حجازي. يعني انا كفارس بدات بكورس ابراهيم حجازي ده من 5 6 سنين، وانا بحاول افهم ايه البنتست ده اصلا. وقتها كنت لسه بعمل سكريبتات بايثون. يعني الموضوع مش الجلل، انت ما بتقدمش حاجه، اوكي. انت فاضي، تمام. زائد سبب كمان خلى الظاهرة دي تنتشر هو الخوف من الطريق الطويل والبحث عن الطرق المختصرة. دايما المصريين يعني عذرا احنا علو في الحتة دي. احنا دايما بنحاول نشوف فين الحل، فين الجني، هوب هوب دعبسني هنا وهنا، ونقوم جايين رايحين له بدون ما نشوف او نفهم طب ده شغال ازاي، ده بيعمل ايه، طب المجال ده طب ايه تبعياته، طب ايه سلبياته. ما اكيد لو ايجابياته كويسه، اوكي، زي ال الناس ما بتقول يعني، وهيجيب لك دخل بالكوم والدولار ومش عارف ايه، اكيد ليه سلبيات. مفيش شغل ليه ايجابيات بس وملوش سلبيات، اوكي. على الاقل صداع، على الاقل ده اي شغل مش بس السايبر سكيورتي. الناس بقى ما بتصدق يا معلم انهم يتوعدوا بوعود كدابه، زي انهم يشتغلوا في شركات كبيره زي ما قلنا، او يقبضوا بالدولار. بص يا باشا على الشباب على اللينكد ان عاملين ازاي، اللي بيقعدوا يتدبلروا وياخدوا انفورماتيف ودبل كيدز، واللي بيفيس ايشوز لحد دلوقتي عشان يلاقي الفيرست فولنربيليتي بتاعته وياخد اول باونتي، لسه مسحول في السحله دي. في شباب كتير اعرفها وبداوا يتخطوا المرحله دي بعد سنه او 2، اوكي. فانت مستحيل الشخص اللي بيقولك تعالى في 3 شهور ده اخليك بنتستر او اخليك تجيب حاجات بالدولار، لا، ده مش منطقي. تاني توبك او نقطة انا عايز اتكلم فيها هي الوعود الكدابة تحديدا. طيب، اشهر الوعود الكدابة في حاجتين مستفزني قوي، اني تبقى من زيرو البنتستر في 3 شهور. النقطة دي انا سمعتها في فيديو، وطريقك عشان تبقى ريد تيمر. ريد تيمر ده مبدئيا يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان تبدأ تقول على نفسك انا ريد تيمر مش اقل من 4 5 سنين، اوكي. و4 5 سنين انت قاعد بتموت نفسك مذاكره وشغل وديفلوبمنت، وبتذاكر بقى حاجات اللي هو بقى ادفانسد شويتين. يعني انت عشان تبقى ريد تيمر واقول عليك ريد تيمر، انا محتاجك تفلك دومين زي النتورك، اوكي، تفلكه، تمام. عارف يعني ايه تفلكه؟ مش عارف هي عيب ولا لا، بس تفصصه، ماشي. محتاج تذاكر ويندوز انترنالز، ايفيجنز، باي باسز، حاجات ابعد مما تتخيلها دماغك بكتير.
ده عشان تبقى ريد تيمر. كونك اتعلمت الكالي لينكس واتعلمت السيكوال انجكشن والاكس اس اس واتعلمت كام حاجه في النتورك زي البيفوتنج والحاجات دي كلها، انت مش ريد تيمر، انت اتضحك عليك. اوكي فوق، انت اتضحك عليك، ده نصب واحتيال. تمام. حاجه كمان من الوعود الكذابه هي اللي بيقول لك هتاخد شهاده معتمده دوليا. معتمده دوليا من مين؟ 3000 جنيه. 3000 جنيه دول $60. ده يعني اقبح شهاده. يعني مش عايز اغلط في الناس برضه، يقدموا كونتنت الى حد ما نضيف، بس يعني اقل شهاده من اي ليرن مثلا ب 15000 جنيه، $300 او $250. فانت ب 3000 تديني شهاده دوليه معتمده؟ انت بتاع ايه ولا بتعمل ايه ولا بتسوي ايه؟ معتمده من مين دوليا؟ فاهم يعني؟ انت انا مش عارف انت بتنصب على ايه ولا بتنصب على مين. انا مش فاهم، مش مدرك حجم مش عارف. طيب حاجه كمان، الانستراكتور. انا لما كنت بدخل على الصفحات والبيجز دي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب والريلز والحاجات دي كلها، كنت بلاقي ناس مجهولة الهوية. يعني انا ما اعرفلكش انا عمري ما شفتك، انا عمري ما سمعت عنك، حتى لينكدين اكونت بتاعك فاضي. بداية حياتك ان انت اشتغلت فاكر وان مثلا واتعينت في كذا بتدي كورسات انستراكتور، او مفيش حتى هاكر وان. انا بقيت كاتب انك انستراكتور بقالك 4 سنين، 8 سنين. طب وانا اضمن منين اصلا ان انت بتتكلم فيه ده شيء منطقي وشيء صح؟ فين السيرتيفيكتس اللي معاك؟ اوكي عشان تبدا تعلم حاجه بمقابل مادي. انت اكيد عندك نوليدج زياده عن اللي موجوده فري عشان تقدمها لي. فين النوليدج دي؟ ايه اللي يثبت لي انك معاك كذا؟ اوكي فين السي في بتاعك اصلا؟ فين تاريخك؟ هو انا يعني انا مثلا ممكن اشف في كونتنت ابراهيم حجازي مثلا بتاع الكورس اللي من 10 15 سنه واطلع اقول لك تعال انا هعلمك سايبر سيكيورتي وهتتبسط وهتبقى حلو وهحطك على اول الطريق، بس وبعدين ما استفدناش حاجه يا ابن الناس. فاهم البوينت؟ انا عمري ما شفت انستراكتور من اللي بيدوا في السناتر ولا في الاماكن دي انستراكتور كويس عنده سيرتيفيكت واحده، حتى سيرتيفيكت واحده. الوحيد اللي شفته ليه ادفانتج شويه عنده اكونت فاكر وان وريبيوتيشن 90 120. خلينا انا بقى اديك من بنتريشن تيستر بقاله 4 سنين وقبلها كان بقالي سنة او 2 بهانت. خلينا اديك صورة شبه حقيقية عن المأساة بتاعة المجال ده. السايبر سيكيورتي يا معلم مش مجرد ان حد هيدخل يعلمك ازاي تحمل الكالي لينكس وتحطه على في ام وير. دي حاجات عملتها وانا بنام امبارح على اللابتوب عادي جدا. ده مش معجزة. الكالي لينكس وجوده ما فيهوش اي هكرية، يعني عادي، هو نظام تشغيل ما هو الا في تولز بري انستولد تخص الهاكينج. بس انت ما بقتش هاكر. حلو، ده مبدئيا. يوم جاي بقى معلمك شويه كوماندز عليه زي كات وجريب وكات وتاتش وار ام وميك داير الدنيا دي كلها ولا اي حاجه. حلو، انت بيتنصب عليك. انت بتحط لك البيزكس اللي هي موجوده بابليك فور فري لاي بتنجان. ويقوم جاي ايه بقى عشان يحسسك ان الموضوع ادفانسد شويه، يقوم جاي مكلمك عن بايثون شويه، يعلمك تكتب بيها كام سكريبت كده، كام حاجه كده جوسي كده تمشي بيها ايدك، برنت هيلو وورلد، ويقول لك يعلمك اللوب والفاريبلز والاف كونديشنز والحاجات دي كلها. انت ما بتعملش حاجه برضه يعني، انت بتنصب على الواد. الحاجات دي كلها كراش كورس 4 ساعات ممكن يديها له ويفيدوا بيها بكامل الافاده اللي انت بتنطها له على 3 شهور. فانا مش فاهمه. عاوز برضو تبص على الصوره الحقيقيه، يعني بص على الكوميونتي بتاع الباج باونتي هانتنج والبنتريشن تيسترز على تويتر، السبيسز بتاعت السكيورتي اللي الشباب بتطلع تصيح فيها بالليالي، واحنا بنطلع عينينا واحنا بنعاني واحنا بنتفشخ واحنا مش عارف ايه ومش عارف ايه، والباج باونتي هانترز اللي بيتفشخوا دبليكيتس وانفورماتيفز وبيرن اوت ومش عارف ايه. الموضوع صعب، الموضوع صعب. بص على لينكد ان، الشباب يعني يا اخي بينطوا على بعضيهم عشان حد ياخد فرصه، بيتنشأوا على فرصه. الشباب بتتنشأ على فرصه في شركه. يعني اقل واحد دلوقتي ببص من الشباب الجديده اللي انا يعني عارف بعضهم بالعين كده ما شاء الله يعني عليهم، بس اقل حاجه على ما اتعين في شركه دخل 2 و3 انترن. يعني فكك من ان ربنا كرم الواحد واصطفاه كده في حته لوحده وخلى واحد صاحبه سبب ليه ان هو يشوفه يجي منه وياخده يضمه للتيم بتاعه ويبدأ يطوره ويذاكره ويديله كونتنت وبتاعه ويشتغل اكتر واكتر. فكك من قصتي انا، بس بص للواقع. دي كلها فلاتات. حلو، الدنيا مش وردية، وانا مش اللي هو بعد ما وصلت بصعبها عليك، لا
وانا ما وصلتش ده مبدئيا، بس انا مش بصعب عليك، انا بنور لك الطريق اللي انت بيتنصب عليك وانت داخل. انا بصراحه بقى وجهه نظري يعني، طب الكورسات المدفوعه ايه اللي يستحق يدفع فيه وايه اللي ما يستحقش يدفع فيه؟ طيب انا من وجهه نظري، طول ما حد بيلم كونتنت فري من بره مشفوف ويقوم جاي حاططهولك قدامك، ده كده شخص بينصب عليك. ما ينفعش تدفع فلوس في حاجه زي دي او يطالب منك فلوس حتى، اوكي؟ الا لو عنده بقى طريقه ما في التوصيل، زي المدرس مثلا اللي بيعلم حد من جديد بشيء بصعوبه. انما انت شخص بالغ عاقل، لو اتفرجت على الحاجه هتفهمها. اوكي، ما تقوليش الكونتنت انجليزي. الكونتنت انجليزي انت لو شغلت دبلجه في يوتيوب باي ديفولت دلوقتي هتتفرج وهتفهم، وانت لو عايز تفهم هتفهم. ما تقنعنيش ان اللغه عائق بالنسبه لك. اوكي، المصريين يمكن افجر ناس في حته الحفركه، في حته ان هم يتعاملوا بلغه بدون لغه. هو هيتعامل، فك انت مش هيفرق معاك اللغه. لو عاوز تتعلم مش هيفرق معاك اللغه. وفي ناس انا اعرفها الانجليزي بتاعها زفت، وبداوا اشتغلوا، ومع الوقت خدوا اول باونتي، بداوا يصرفوا وينفستوا في نفسهم في الحته بتاعت اللغه دي، ويطوروا من نفسهم اكتر، وبقوا في مستويات تانية. اوكي، خلينا نقول كمان مين اللي بيشرح لك. والله لو هتجيب لي واحد زي جيسون هاجكس، يعني هضحكوا. جيسون هاجكس لما عمل كورس الريكون كان نازل عليه اوفر تقريبا ب 300 دولار او مش عارف 200 دولار، مش متذكر. واحد صاحبي مستواه كويس، كويس جدا جدا، اشترى الكورس. بقول له طب يا ابني، ما انا وانت عارفين ان ده مش هيفيد لك حاجه. انت اوريدي معدي على التولز بتاعت الريكون، وانا وانت عارفين ان هو هيشرح ميثودولوجيز موجوده على اليوتيوب من زمان، من قنوات زي نامسك والكوميونتي والحاجات بتاعت الريكون القديمه، الفيديوهات القديمه اللي على اليوتيوب والحاجات دي اللي كانت بتطلع في اللايف ستريمز بتاعت الباج بونتي هانتنج والدنيا دي. قال لي ده جيسون هادكس لو قال معلومه بين السطور انا هستفاد منها، او لو عرض تكنيك انا معرفوش انا هستفاد منه. اقتنعت، وانا مؤيد فعلا لحاجه زي دي. لما جيسون هادكس مليونير من الباج باونتي يعمل كونتنت، انا هشتريه حتى لو انا عارف ان الشخص ده مش هيضيف لي حاجه، هشتريه. فكك يعني، ما ده شخص اسمه بيثبت هو ايه. اوكي، كاريره، تاريخه، بروفايله على هاكر وان او على تويتر، على لينكد ان، بيثبت الشخص ده ايه. انما يا باشا مش واحد متفرج على كونتنت مجاني وشافف كونتنت وحافظه صم وجاي يسمعهولك ويقصهولك. ما انا بعمل كده. ايه الفرق بينه وبين اللي بقدم الكونتنت ده فور فري؟ وليه انا يعني بعمل الحاجات دي او بعرضها فور فري؟ هتكلم فيها كمان شويه. بس ايه الفرق بينه وبيني مثلا؟ فاهم، كلها حاجات انا ذاكرتها فور فري من ريسورسز فور فري. في شويه حاجات ليج، في شويه حاجه مش هعمل فيها شيخ واقول لك ما تتفرجش على حاجات ليج، لا، في شويه كورسات ليج، في شويه كونتنت ادفانسد من الاحتكاك مع الشباب، من الشغل، باخد من ده معلومه، بعرف من ده حاجه، بسال ده، بستفسر من ده. مش عيب، مش حرام، مش غلط. انت بتطور من نفسك، انت بتتعلم، عايش بتتعلم وتعلم. هي دي الدنيا في مجال زي ده، هي دي الدنيا. فكنا بنقول لو حد حافظ كونتنت فري وجاي يقدمه لك، واكاد اجزم برضو ان مش بالمستوى مثلا اللهم لك الحمد اللي انا بكلمك منه، اوكي، فهل الشخص ده بيديك حاجه يستاهل يدفع فيها فلوس زي ما اتكلمنا؟ يعني لا كارير، لا اعتماد، لا شخصيه، لا نوليدج زياده، حتى لا طريقه تقديم زياده. انت ما ضفتش اي حاجه اديك عليها الفلوس دي. مفيش اي ادفانتج ليك. مثال كمان، من سنتين اما كنت بقى يعني ايه، لسه 18 19 سنه وعاوز ابدا وبتاع، فانا بحب اتفرج على الدره، باختلاف طبعا ان انا الدره بتاع البادي بيلدينج محمود الدره، باختلاف طبعا ان انا مش متفق معاه في شويه حاجات، بس كل ما ينزل فيديو انا بتفرج عليه عادي. انا بحب الشخص لذاته، ماليش دعوه ببعض الاراء، بكلمات بيقولها، مواقف بيقولها. لا، انا يعني الحمد لله بقدر افصل بين الحاجات دي كلها. فانا بحب الشخص ده. اما جيت بدات اشتريت بروجرام معاه. ليه؟ مع ان كانت وقتها بقى، لو حد فاكر من سنتين ثلاثه كده، بدات حتى اياد الموجي مثلا كان عامل فيديو ما بقتش حمل الكباتن بتوع الجيم، ولا الفيديو من هذا النوع يعني، لو حد بيتفرج عليه برضه. ف ليه رحت اشتركت مع الدور؟ راجل واخد اولمبيا، راجل عنده تمارين، راجل بيعمل كتب، راجل عنده كونتنت، راجل عنده قصة نجاح، قصة كفاح، راجل برضو هيئته بتتكلم عنه. مع انه وقتها كان ب 120 دولار which كان رقم، وكان في منافسين كتير ومصريين والناس بتشكر فيهم وعادي فشخ، وب 3000 جنيه وب 2000 جنيه ومتابعة ومش عارف. بس انا اخترت شخص انا شايف ومتيقن
انه عامل حاجه، عنده حاجه، حياته بتثبت هو في ايه. ده مش مجرد انفلونسر من اللي بيقعد يصور ويعمل ويسوي ونسوان ومش عارف. لا، ده شخص انا شايف بعيني بروف على اللي هو فيه، على اللي هو بيقوله. فليه لا، ليه ما تدخلش معاه؟ تمام. فبنفس الفكره، انت ليه تدخل مع واحد انت مش عارف ماهيته اصلا وتدفع له فلوس عشان يعلمك حاجه موجوده فور فري اصلا؟ طب نقطه كمان، عدم تقدير المحتوى المجاني اللي انت شايفه قدامك ده. الكونتنت اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، سواء الكورس اللي بننزله على الشانل، الكورس اللي نزلناه لجو قبل كده، الفيديوز اللي قعدت على مدار سنتين في الكونتنت كرييشن، في رحله الكونتنت كرييشن بتاعتي على الشانل دي انزلها، كل ده مجاني. انا عمري ما جيت قلت لحد اعمل لك منتور، عمري ما اتعرض عليا كذا مره اعمل كورسات من منصات رفضت، عمري ما قلت لحد تعالى مثلا اعمل لك باي بس لحاجه واخد فلوس، عمري ما عملتش حاجه من دي خالص، مجانا من الكامل. وقت ما كنت ببدأ من 5 سنين بدأت بالكونتنت المجاني بتاع اللي على تشانل ابراهيم حجازي اللي على اليوتيوب. من 10 سنين ولا 8 سنين اتفرجت على الكورس بتاعه، بعدين بدأت أحل اللابات، بدأت أتابع ناس في الفيلد زي نامسك، أعمل فولو لشوية شباب موجودين في الفيلد شغالين في شركات كبيرة، شوية باك باونتي هانترز. كورسات يوديمي لما كان بينزل عليها خصومات، كان في كورس الواحد اسمه روهيت 2 فيرجنز اشتريتهم كانوا ب 250 جنيه كل واحد، تك تك وقمت جاي شاري ومتفرج ومذاكر. بلوجز بقى على ريدنج، على بابليك ريسيرشز، على ناس بتعمل كونتنت اجانب، الستريمرز، اللايف هاكينج ايفنتس، اللايف هاكينج ستريمز، الدنيا دي كلها يا باشا كل ده كان فور فري. اوكي. ويعني كان في خطوه لازم اخدها من بدري بصراحه، هاك ذا بوكس، بس الفتره دي انا هبدا اخدها يعني. اوكي، هاك ذا بوكس هيطورك فشخ، وده دخلت شفته بعيني لما حاولت احل كام ماشين، لقيت نفسي ان عندي لا لاكس في الحته دي. اوكي، الحته دي لو انا اتمكنت منها بالنولج اللي معايا حاليا هروح في حته تانية، فبدات احطه في البلان بتاعتي. تمام. فليه الكونتنت المجاني مش واخد حق؟ الكونتنت المجاني يعني عمل شخص زيي، عمل ناس كتير فشخ في المجال ده. انا عمري ما شفت الناس يعني الكويسه في المجال بتيجي تقول لك احنا اشترينا الكورس بتاع فلان او اشترينا بص، الكويسين اللي شغالين اللي عندهم حاجه كلهم باك باونتي هانترز، اعتمدوا على ايديهم وبذلوا مجهود وحطوا وقت، عملوا انفست في نفسهم وخلاص وصلوا. فليه الكونتنت المجاني انت باصص له اللي هو يا عم دي شانل على اليوتيوب بتعمل فيديوهات، يا عم دي بلوجز ومش عارف ايه، يا عم انا مش هفهم كذا، انا محتاج ابدا من هنا. في حاجات تبدأك او تخليك تبدأ من الزيرو حرفيا، في كورسات تاخدك وانت من الف لكوز، او من الالف او كوز الذره لليفل كويس، يحطك على اول الطريق يقول لك امشي بقى عيش. مفيش حد هيوصلك للاحتراف، مفيش حد هيخليك ريد تيمر، مفيش حد هيخليك بنتستر، مستحيل حد ياخدك من ايدك كده ويقول لك يلا 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 جورني 6 شهور سنه انت بقيت بنتستر. الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده كله مش ب 3000 جنيه خالص. تعالى بقى للمشكله في المحتوى المجاني، وهل المجال ده بتاعك ولا لا؟ المجال ده عشان تعرف هو بتاعك ولا لا، مبدئيا يا ابن الحلال لو انت مش بتاع صداع ولف وتدوير وعينك تتخزق وتنفست وقت وبتاع، فالمجال ده مش بتاعك مبدئيا، وعلى بلاطه، وما تتعبش نفسك. انت لو مش داخل المجال ده عشان بس فكره ان انت بتحب المجال ده وبتحب الاختراق، بتحب الثغرات، بتحب شعور الموضوع، بتحب شعور التستنج، بتحب شعور البريكنين نفسه، انك تدخل في حاجه انوثرايزد، انك تعمل حاجه، انك تطبق حاجه، انك تجيب فلاج، انك لو ما بتحبش الشعور ده نفسه المجال ده مش عشانك. ما تدخلش المجال ده عشان فلوس، ما تدخلش المجال ده عشان ترند، ما تدخلش المجال ده عشان سمعه، ما تدخلش المجال ده عشان واحد صاحبك قال لك يا ابني انت ما تعرفش المجال بتاع. انا عامل قهوه من بدري فشخ ونسيتها. فاهم؟ فما تدخلش اهو بص، جو هاك يور سيلف يا باشا، جو هاك يور سيلف، هاك نفسك. مش هقول التانية. انا حاسس اني بقيت وقح ولي الادب لاول مره في الفيديو ده، مش عارف ليه. بص على الناس التقال في الفيلد ده كله هتلاقيهم كلهم نيردز. نيرد بالمعنى الحرفي، هو نيرد، هو شخص مريض نفسي معقد ما عندهوش حياه، قاعد شغال في المجال ده. وحتى الناس اللي مش تقيله، بص على الشباب هم واخدين الكونسبت ده برضه في حياتهم حاليا، اللي هو يعني بص عليه كده وتخيله قدام هتلاقيه هو نفس الشخص. بجد ضرب رسمي. الموضوع ده صعب، صعب يعني. انا مش عارف، ثانيه واحده، بس هنروح بعيد ليه؟ بص،
الموبايل اهو دخل مني بوت لوب. انا امبارح قاعد 12 ساعة بحاول احل مشكلة في الفيرجنز بتاعت فريدا دي. تول المفترض ان انا يعني بنستخدمها كبنتسترز عشان بمعنى يفهموا اللي بيتفرج على الفيديو لو لسه ما دخلش المجال، ان نتحكم في الابليكيشن او في الابليكيشن بيهيفير، في تصرف الابليكيشن سواء واحنا جواه او هو بيتفتح او غيره. دي فريدا باختصار. كنت بلعب في الفيرجنز فنزلت للميموري فضربت حاجات في الروت نفسه فما بقاش عاوز يهك بفريدا تاني، فقمت جاي عامل باتش بالفاست بوت لشوية حاجات، فقام داخل بوت لوب. دخلت الفاست بوت تاني منها فلعبت في شوية حاجات تاني شوية فايلز، فقام داخل انفينيتي بوت لوب، حتى مش عاوز مثلا يدخلني الفاست بوت تاني، فاهم؟ خالد نصار ترول عليا وقال لي سكيل ايش وبتاع على تويتر، بس ماشي يا عم مقبولة منك. بس انا يعني بحاول حاليا بقى اشوف له تول. واعتقد لقيت واحدة بس السيرفرات بتاعتها حاليا اوفلاين، فهستخدمها عشان المهم اللي انا بحاول افهمهولك ان دي اقل حاجه ممكن تحصل لك. يعني عادي صباح الخير الموبايل دخل بوت لوب، ده في دومين زي الموبايل. يمكن الدومين الوحيد اللي مش هيقابلك فيه عقبات هو الويب، الباقي كله انت هتتسحل سحله وحشه. يعني 12 ساعه قاعد بلعب مع الفيرجنز وبحاول لو بايباس حاجه، ما وصلتش لحاجه، وفي الاخر الموبايل باظ واضطريت اجيب موبايل سامسونج تاني كان عندي وقمت جاي مروته عشان اكمل شغلي، فاهم؟ ده الحاجه في ريبورت البنتست بتاعك. المجال ده مش بتاعك لو ما عندكش صبر تعمل ده. لو ممكن تحاول تشغل اكسبلويت قديم لقيته على جيت هاب من 4 5 سنين مثلا وما اشتغلش، او انت مش فاهم المشكله فين، او اشتغل حتى في الاخر. فلو ما عندكش الصبر تعمل ده المجال ده مش بتاعك. لو قعدت زي ما انا حصل لي في الموبايل كده تبايباس في حاجه او تعدل فيرجنز او تسطب تول او مش عارف ايه او تتربل شوت الشيء، لو ما عندكش الخلق تعمل حاجه زي دي برضه المجال ده مش بتاعك. يعني دي كلها انديكيتورز بس تعرفك انت داخل على ايه. المجال ده مش مجرد فلوس ودخل دولاري، لا، المجال ده اصعب مما انت تتخيله بكتير. طيب دي السكه دي مش سكتي، او الكورسات تحديدا مش موضوع السبوبه بقى اللي احنا بنتكلم فيه. انا ليه مش بعمل كورسات؟ مع اني لو قلت يلا كورس انا متيقن هرزق من الموضوع يعني، وعادي في ناس هتشتري وناس هتدفع وهجر شباب كتير فشخ، وما شاء الله ما شاء الله اللهم لك الحمد، فضل من الله ونعمة منه، مش شطارة مني ولا حاجة، بس الناس بتحب فارس وليد. اوكي، فلما اقول يلا كورس، لا هجيب كورس وهجيب شباب، والشباب بتحبني وعارفة اني عندي نوليدج وعارفة اني هفيد. بس انا دايما لما بفتح لينكد ان وببص على الاجانب، ببص على الشباب بتوع بونت اون، سي تي افس العالمية، الحلول بتاعتها، ريسيرشز، لما بقرا ريسيرشز بقول لا انا لسه بدري عليا. يعني مش لسه شويه، لا انا لسه بدري عليا. اوكي، انا لسه محتاج انفست وقت تاني واذاكر كذا واعمل كذا واجرب كذا وادعبس في كذا عشان يبقى عندي التهيئه اني اقدم حاجه بفلوس. انا شخص خلاص بقى، انا عارف اللي انت بتقول، انما في حاجات انا ستيل مش عارف ليه. انا لسه لحد الان بكره الريكوست سماجلينج بعد 5 سنين ولا 4 سنين في الشغال بكرهها. ما بديهاش اكتر من، يعني لو قدامي ريكوست سماجلينج بسويتشها لحد تاني، خد يا اسطى امسك دي هاتها اكسبلويت تعمل، بكرهها. اوكي، مدرك اني في حين لازم مثلا وانا داخل امتحن حاجه زي سي دبليو اي او او اس دبليو اي ابقى مذاكر السماجلينج كويس، بس لوقتها اوكي يعني مش هيجرى حاجه، انا بقدر اعمل لها ديتكت. الاكسبلويتيشن بقى يعني ايه، بنحاول، فاهم؟ فلا يعني الواحد برضو مش المستوى اللي هو ممكن اعمل اكسبلويت لحاجة عادية فيها حاجة قليلة، انما لما تقول لحد شاطر مثلا ريكوست سماجلينج مش هرفع ايدي. عشان انا اخلي الناس تدفع لي في شيء في سيرفيس انا بقدمها، انا لازم اكون واصل فيها للكمال، والكمال لله وحده طبعا. بس you get what I mean يعني. انتوا ايه فاهمين قصدي في الحتة دي؟ مفيش حد كامل وبتاع، بس اعتقد انتوا وصلتكوا وجهة نظري في الحتة دي. انا لسه شايف ان قدامي كتير. اوكي، والواحد مش كامل، ممكن يكون شاطر في نظر حد، في نظر حد تاني لا ده العادي، في نظر حد تاني ده البيزك. فاهم الفكره؟ على حسب انت بتبص لمين من فين. سبب تاني مخليني بقدم الكونتنت ده ببلاش الا وهو اني يعني شخص برضو بني ادم خطاء، عملت واكيد هعمل، فلعل الموضوع ده يكون علم القدام اؤجر عليه حتى بعد موتي يعني. طيب حاجه بقى اخيره
ودي اعتقد النقطة الختامية في الفيديو بتاعنا. الفيديو ده طويل قوي. سلبيات السايبر سيكيورتي في مصر اللي اصحاب السبوبة مش بيشاركوها معاك. انا جبت البتاعة دي صحيح من كارفور من فترة للتانية كده ب 129 جنيه. فترة للتانية كده ريحتها فنيك. فترة التانية كده بحب اجيب حاجة كده تضيف اي شكلا ما جديد، ريحة جديدة، اضاءة جديدة في المكان عشان مزهقش يعني من المكان. نرجع للنقطة اياها. السلبيات اللي اصحاب السبوبات مش هيشيروها معاك نهائي، وخصوصا زي ما احنا عارفين ان السبوبة دي دايرة في مصر. زي ما ذكرنا المجال ده اصعب مما تتخيل. بالحاجات اللي ذكرناها دي كلها انه بقى تنافسي فشخ، الناس بتضرب بعضيها عشان تاخد فرصة فيه. وما تفكرش بقى ان الرواتب انا شفت فيديو يقول لك ان راتبك هيوصل هيبدأ من 25,000 جنيه. لا يروح امك. الرواتب، وانا هو يعني واحد شغال في شركة ومحدش من الكوميونتي يقدر ينكر حاجة زي دي. الشباب مثلا لو هيدخل من بدايته بعد ما يخلص السبوبة بتاعتك ويقعد له سنة سنتين وياخد له انترنين على الأقل، وهيدخل بقى من انترنشيب يتنقل ويتابجريد كجونيور بنتريشن تيستر في شركة مثلا، هياخد له 6-8 آلاف جنيه. اوكي، او يمكن اقل. اوكي، 4-5-6 بيقعدون بقى 6-8 شهور كده اللي هو تحت فترة التدريب وبتاع ويجربوهم. والله ماشي، بدأوا هياخدوه 10-12-15، ده لو كارمينه قوي. كل زيادة سنوية بقى وعليه خير، من 15 ل20، من 20 ل25، من 25 ل30. الشركات في مصر بتعمل كده عشان محدش يضحك عليك. فان حد يقول لك تعالى هتبتدي ب25 و30 ألف جنيه، ما ده بيضحك عليك وبينصب. بينصب مش بيضحك عليك، ده المعنى الأدق. الماركت في مصر كمان بسبب العبط اللي بيحصل وان الناس عمالة تتزحم فيه عمال على بطال وبيدخلوا ويخرجوا. يعني اللي يضايقك الناس بتدخل ويجي لها بيرن اوت وتتضايق وتتخنق وما تلاقيش نتيجة فيخرجوا بعد 6 شهور سنة، لأن ما بيلاقيش الوعود بالفترة القصيرة اللي هو عاشها أو صاحب السبوبة ده وعدوا بيها. فاهم؟ يعني لما حد يجي يقول لك تعالى أنا في 3 شهور أخليك بنتستر وهتخرج هضمن لك وظيفة شغل، تضمن لي كمان وظيفة شغل؟ يا نهار أبيض. فيخرج يقول لك خلاص. انت بقى تلاقي ايه بقى الخازوق بعد الشغل ده؟ تلاقيهم مثلا مخلصين الموضوع على الانترن، اوكي، ويقوم جاي رامي الشباب اللي معاه دي في الانترنشيب. اوكي، ففي اللي بقى اللي يتقبل وفي اللي مش عارف ايه، في مش عارف ايه انت ونصيبك بقى. ومن بعدها خلاص الواد مثلا لو ما اتقبلش في الانترن، وده اللي هيحصل لان مستواه ضعيف مش حاجه بمقارنه مثلا بالباج هانترز اللي داخلين معاه وهكذا، بيتصنع. خد 3 شهور معاك وال3 شهور بتوع الانترنشيب وبعدها 3 شهور كمان في 3 شهور كمان، مش لاقي النتيجة المدة دي كلها اللي انت وعدته بيها، فخلاص الواد اتخنق يا عيني، بيجيف اب عن الفيلد ده او عن الصورة دي. اوكي، لا يعني انا كنت قاعد من فترة على البن، في البن البرازيلي عندنا في البطاش، بقعد عليها كده كل فترة انا وصاحبي عمر. فجه حد من الشباب يعني قعد معايا. كنت قاعد مخنوق بشرب قهوة، جه وقال لي فارس وليد وبتاع، انا بدأت والله من سنة بس سبت المجال ومش عارف ايه وبفكر ارجع تاني. ده احد الاسباب يعني اللي خلتني اتزق واعمل فيديو زي ده. حرام عليك اما تيجي كده توعد حد بعود كدابة وتاخد منه سنة سنتين بيحاول في حاجة انت عشمته وغدرت بيه فيها. حرام عليك، الفلوس اللي انت بتاخدها دي حرام. حاجات تانية انت مش هتدرك انها بتروح في المجال ده غير لما تبقى فيه وقتك، نظرك، ظهرك، عظمك. يعني مش محتاج اقول لك نفسيتك. دي اللي مش محتاج اقول لك عليها بجد بقى. الباقي اللي انا بقول لك عليه ده مسألة وقت هيتدمر. اوكي، يعني المجال ده من ضغطته ودوشته ومسؤوليته ومش عارف ايه، المجال ده كفيل يوجعك، يعني يمسكك كده وفين يوجعك. ف النفسية كذلك بتتأثر. حاجات زي البيرن اوت، الدوبليكتس، الانفورماتيف، رفض، عدم رد على السي في بتاعك في ابلكيشن في شركة ما، حاجات كتير. هركز برضو ثانية على حتة الوقت. المجال ده بيفشخ وقتك، فتيقن انك الى حد ما لازم ما يكونش عندك حياة، او هتستغنى عن حياتك وتديله الاولوية لو انت اشتغلت فيه. والمرتب الخيالي، دي حاجة اخيرة بس، بوينت اخيرة محتاج اذكرها. المرتب الخيالي اللي سمعته في فيديو في مرة، ألا وهو إنه
توصل مرتبات توصل ل70 و80 ألف جنيه. مش الشخص بتاع الكورس اللي فيه المرتبات دي عادي جدا، بس صدقني لا في 3 شهور لا في 6 لا في سنة لا في 2 لا في 3 لا في 4 عشان توصل لمرتبات زي دي. اوكي، ركز على حالك. شوف من الفيديو اللي انا عملته ده لو فعلا المجال ده مناسب ليك ولا لا. اعرف انت فين في الخريطة. شوف عايز تبدأ مش عايز تبدأ. راجع نفسك لو فكرت تبدأ في حاجة زي كورس من الكورسات او السناتر اللي انا بقولك عليها دي. مش كورسات تحديدا، في شباب شاطرة فشخ ما شاء الله في المجال ومعروفين وليهم بروفايلز ومش عارف ايه وبيعملوا كورسات وبتاع، فربنا يرزقهم ويفتح عليهم ويزيدهم علم. انا بعيدا عن السكة دي خالص. بس اتمنى اصحاب العبث والصفحات المقرفة يبطلوا يضيعوا وقت من عمر الشباب ويوفروا لهم فلوسهم في اي حاجة. بس اشوفكم في فيديو جديد. مش عارف ليه هيرفعوا عليا قضية بعد الفيديو ولا إيه؟